الكيك معسل ومقرمش ومعلق. نتمنى تجربوه ان شاء الله. مكونات سهله وبسيطه. بيض بحراره المطبخ، استعملت 3، ممكن تستعملوا 2. كأس عبار العنبه، سكر الفاني 7 غرام. ونخلط المكونات. نضيف الزبده بحراره المطبخ 100 غرام ونخلط. ونضيف الدقيق 2.5 كأس من الدقيق. ونضيف بيكنج باودر 2 اكياس. نخلط المكونات حتى ينسجموا. هذا هو القوام ديال العجين. خديت مول القطر ديالو 20 وكنغلفو. لوز ايفيلي عندي 50 غرام. كنوضعو على الوجه بهذا الشكل هذا. نغطيها بالكامل وندخلها للفران 180 درجه من الاسفل. ملعقتين من الزبده، نضيف عليهم ملعقتين من العسل اي نوع. من بعد ما خرجت الكيك وغنسقيه بداك السيرو وهي مازال سخونه. دخلتها للفران غير تشمعات وتعسلات كتجيب هذا الشكل. خديت السكين ونقسمها على قطعتين. عندي هنا 150 ملي من الكريمه السائله. سكر الفاني وضعتها في البوش. ممكن تخليوها عاديه، انا زينت هنا بالكريمه. كنوضع الطبقه الثانيه. كتلاحظوا كتجي مقرمشه. بالصحه والراحه، وما تنساوليش الدعم. الله يجازيكم بخير.